السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. يلا بينا يا ست الكل نحضر الغدا النهاردة، وتعالي نعمل الوراك بالبطاطس بطريقة حلوة جدا وطعم مش قادرة أقولك قد إيه خطير. يلا بينا نعمل الغدا مع بعض ونقول على بركة الله، ويلا بينا نبدأ. عندنا هنا 3 أوراق كده مغسولين ومنقوعين، ويا سلام لو جبتيهم قبلها بيوم وبعد ما غسلتيهم ونضفتيهم بيتيهم في محلول خل وملح وليمون وكمان شويه دقيق، معلقه دقيق كده. تاني يوم مش قادره اقولك الوراك بيبقى طعمها وريحتها خطير قد ايه. عندي نص كيلو من البطاطس. عندنا هنا بصلايه مبشوره كبيره، دي كده كوبايه ميه كبيره. والطبق ده كده فيه حبايه من الفلفل الكوبي كبيره متقطعه حلقات، وطماطمتين صغيرين زي ما انت شايفه الفنجان الصغير ده زيت وليمونيه. البهارات بتاعتنا نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسمر مليانه، ربع قرفه، وهنا كده 3 فصوص حبهان، ورقتين من اللورة، وكمان نص معلقه بهار فراخ، وربع بابريكا صغيره. يلا بينا كده نبدا ونقول على بركه الله. بسم الله كده. طبعا بعد ما صفيناهم من الميه وتاني يوم غسلتهم طبعا من الميه المحلول اللي هما كانوا بايتين فيه الخل والليمون والحاجات دي. اول حاجه بنعملها بننزل بسم الله كده بشويه الزيت، يعني كتري شويه الزيت شويه، هيدي الفراخ والبطاطس هيخليها كده لاخر وقت تحت الورك كده تبقى متماسكه كده وشكلها حلو. وادي البهارات بتاعتنا اللورة والحبهان والبابريكا وبهارات الفراخ، الفلفل الاسمر والملح والقرفه تمام، وبرده الليمونه كده، ليمونيه حلوه كده كبيره معتبره. انا بحب الاول كده اقلب في البهارات والليمون والزيت تمام. جبنا كوبايه الميه كده، حطيت فيها معلقه صلصه من الصلصه المعلبات، الفها كده اقلبها. بعد ما قلبناها ننزل كده، وهي دي كل الميه اللي احنا هنستخدمها. نديهم بقى كده تقليبه في بعض وسيبيها لي كده، يعني لو تقدري تسيبيها في الخليط ده لوحده الوراك لمده، يعني لو مستعجله عليها كده خليها نص ساعه ساعه. كل ما سبتيها في الخليط ده هيدي طعم حلو قوي معاكي للفراخ. هنا كده انا كنت سبتها صراحه ساعه. نزلت كمان بقى بالطماطم والفلفل والبطاطس. خلاص انا مش هزود بقى بهارات، انا هديهم تقليبه قويه ومش هزود بهارات، لاني طبعا حاطه بهارات بما فيه الكفايه ومزوده وعامله حسابي ان انا لما انزل البطاطس كمان هتبقى البهارات هي. يعني هو كل الحكايه ان احنا بس عايزين نسيب الوراك شويه لوحدها، بس هنديهم تقليبه قويه كده. هنا كده انا لما حطيت الصلصه والبهارات والزيت والليمون كمان حطيت البصلايه، بس غالبا الحته ما اتصورتش. اخر حاجه ضفتها هي البطاطس والفلفل والطماطم. جبنا بقى الصينيه بسم الله كده. كل ما قعدت بقى في التتبيله الحلوه اللي انتي شفتيها دي كل ما بقى طعمها احلى. وجربي كده انك تجيبي الفراخ او تجيبي وراك او اي حاجه تغسليها قبلها بيوم وتسيبيها في محلول، هتلاقي فعلا الطعم بقى احلى بكتير. كمان ما بيخليش فيها ريحة زفارة تماما. اي تشور يعني تبيتيها على قد ما تقدري في المحلول ده ما بيخليش فيها ريحة زفارة تماما. خلاص النهارده بقى كده الغدا بسيط وسهل، ونعمل كمان شوية ملوخية ست الكل علشان فعلا الشتاء بيأكل وبيجوع. فنسند جنبهم كده لان انا مش عامله كميه كبيره في البطاطس، فنسند جنبهم كمان في طبق واحد كده من الملوخيه، ويبقى عملنا غدا حلو والحمد لله زي ما انتي شايفه كده. خلاص بعد ما حطيناها في الصينيه نيجي بقى لشويه الميه ومعلقه الصلصه والتوابل اللي احنا حطيناها في الجنب كده. مش عايزين اكتر من كده وندخل على الفرن على طول، مش حباها تاخد معاكي وقت، يبقى حطيها نص ساعه على البوتاجاز من فوق. بس انا عن نفسي يعني هدخلها على الفرن على طول، لان بجد البطاطس بالفراخ او بالاوراق او اي حاجه فيها فراخ بتخش في الفرن على طول بيبقى طعمها احلى بكتير من انك يعني تخليها تستوي شويه على البوتاجاز من فوق. فدي هي كده كبرها مثلا ساعه وربع، وانا ضامنه ان هي مش هتاخد سوا. ليه بقى؟ علشان انا نقعه الوراك من امبارح في المحلول ده، والمحلول ده لما بيتنقع فيه اي طيور
بيخلي الطيور ما بتاخدش سوا زي ما بتكوني مثلا حطاها في الفريزر او تطلعيها او تجيبيها وتعمليها في نفس اليوم اللي انت جبتيها فيه. نيجي بقى يا ست الكل لشويه الملوخيه. احنا طبعا مش عاملين كميه بطاطس، هو الاكل النهارده بس كده ان شاء الله على قد النهارده، بس احنا عندنا ناس بتميل للبطاطس بالفراخ وناس تانية عايزه ملوخيه، فاحنا لازم كالعاده نراضي جميع الاطراف. بصي ده نص كيلو بس من الملوخيه، هحط له قد ايه؟ لان ملوخيه الشتاء مش بتربي، يعني مش بتبقى كده، بتاخد يعني ايه كميه شوربه قليله او كميه ملوخيه اكتر. فده نص كيلو من الملوخيه، كزبره ومكعب ماجي. انا عندي شوربه فراخ بس هي بتدي الملوخيه طعم، ودول كده حوالي 4 فصوص كبار من الثوم. يلا بينا نروح نعمل كده برضو طبق ملوخيه جنب الاكل. ادي كوبايه الشوربه اهي، اي نوع شوربه عندك بقى، فراخ لحمه اي حاجه، لان احنا برضو هنا لازم حد ياكل فراخ محمره وحد تاني يحبها في الصينيه. فاحنا ايه الحمد لله طلعنا شويه شوربه للملوخيه. ادي الملوخيه. بصي بقى الشوربه عايزه شويه ملوخيه مظبوطين معاكي، ما تحطيش الملوخيه على شوربه سخنه، يعني الشوربه دي كده يا دوبك دافيه حاجه بسيطه. انا استنيت لما تهدى علشان اعرف اخلي الملوخيه ما تسقطش وايدي فيها وهي على نار هاديه. الملوخيه وهي نازله تنزل على شوربه ما تكونش سخنه معاكي، الملوخيه كويس على اقل نار كمان ما تسقطش منك. هنا كده بدات الملوخيه تحل زي ما انت شايفه كده، براحتك مكعب الماجي بس بيديلها طعم. انا هنا ببشره، بديله كده تقليب الطاسه كده بمعلقه سمنه. هي خلاص كده الملوخيه قربت، هنعمل بقى التقليه بتاعتها. طبعا انا وانا بحط الملح للشوربه ببقى مراعيه طبعا الملح اللي في الماجي، يعني بقلل كميه الملح اللي بحطها. هو بس يا ست الكل كده، والملوخيه تمام التمام كده. بسم الله. بالنسبه لنا بقى اول ما نحط التقليه كده نروح بقى ايه مطفيين النار عليها، والملوخيه تكون على نار هاديه علشان ما تسقطش. وهنا بقى يا ست الكل اسعد لحظه طبعا في حياه الست لما بتخلص الغدا، زي ما انت شايفه كده الوراك بالبطاطس، مش قادره اقولك ريحتها جايبه اخر الدنيا. وده الاكل كده اللي الواحد يستمتع بيه وهو بياكله، ان يشم ريحته كده قبل ما ياكله. زي ما انت شايفه الصينيه بتاخد حوالي ساعه وتلت، بعد 3/4 ساعه بقلب الورك على الناحيه اللي انا كنت يعني مثلا انا كنت حاطاه كده، برجع اقلبه العكس. تمام. وشويه رز بشعريه، شويه سلطه كده زي ما انت شايفه الملوخيه كده. وزي ما انت شايفه كده كان غدا النهارده والحمد لله. لو عجبتك القناه ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد، واوعي تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك، واستني الفيديو، واوعي تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك، ده بس من كرمك علشان بيدعم الفيديو جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.